صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. يلا ستوري تايم. عندنا قصة حلوة قوي بعنوان الاخين والميراث. عندنا اخين والدهم ساب لهم ميراث كبير جدا جدا جدا، ثروة ضخمة، وكل واحد من الاخين قرر ان هو هيتصرف في فلوسه بشكل مختلف. الاخ الاكبر قرر ان هو يستثمرها على شكل اراضي، عقارات، سبائك ذهب، وقال انا مش هفرط في الفلوس دي. الاخ الاصغر قرر ان هو هيستمتع بالفلوس، هيشيل جزء منها للزمن والجزء التاني هيستمتع بيه مع اولاده. فبنى شخصية ولاده، علمهم في احسن جامعات، قرر ان هو يستثمر فيهم، ما حرمهمش من حاجة، احسن لبس، رياضة، نوادي، سفرهم وسافر معاهم وعمل ذكريات حلوة قوي معاهم. اولاد الاخ الاكبر ابتدوا يلوموا على والدهم انه انت ليه مش معيشنا في نفس المستوى اللي عمنا معيش فيه ولاده، مع ان انت تملك نفس الثروة بتاعته. وكان رد فعل والدهم ان عمكم سفيه وبيصرف فلوسه في الهوا، ولكن انا محافظ لكم على فلوسكم. ابتدوا مع الوقت يتولد جواهم شعور انه بينهم وبين نفسهم كده، يا ريت بابا يتوفى علشان احنا نقدر نستمتع بالحياة اللي هو حارمنا منها. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ استنوني في الجزء الثاني، هكمل لكم قصة الاخين والميراث.